ريا. حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج ضيف مع سحر. معي أنا سحر الغريب إعدادا وتقديما. حلقتنا اليوم وضيفة حلقتنا مدربة الحياة وأيضا برمجة لغوية عصبية NLP ومرشدة سياحية، هي الكوتش الأستاذة حنان الدنا. أهلا وسهلا فيك. منصور سحر، لك ولكل المستمعين. أهلا بحضرتك، شو أخباري؟ الحمد لله، ماشي الحال. كيف يومك كان؟ منيح منيح الحمد لله. خبرينا بالبداية كوتش، حضرتك بدأنا بالمقدمة متعددة الاختصاصات والمهارات، مرشدة سياحية، مع العلم أنه حضرتك مرشدة سياحية من الأساس. عرفينا أكثر عن حالك وليه اخترتي من بعد المرشدة السياحية أنك تدرسي لايف كوتشنج، أنك تدرسي هيدا الاختصاص وأيضا البرمجة اللغوية العصبية. صحيح سحر، مثل ما ذكرتي بداية أنا مرشدة سياحية. نعم. مرخصة من وزارة السياحة اللبنانية. بهذا الدومين صار لي حوالي 6 سنوات. وبنفس الوقت كمان أنا مستشارة أكاديمية لطلاب الجامعات برسائل والأبحاث اللي بيقدموها. كيف فتت على هذا المجال؟ بعتبره بالنسبة لي هذا قرار أخذته. هلا الكوتشنج بطبيعتي إذا بدك بحسها بارت من شخصيتي. كان بالنسبة لي مثل جول أو حلم، بس كنت حسه بعيد، يعني ما كنت أفكر فيه سيريسلي. لحد ما اجى وقت قلت لا، انا بدي اخذ هذا القرار. وفعليا انا اخذت الستيب يعني وبلشت فيها. نعم. اول شيء بلشت كلايف كوتش، سجلت، اخذت اول شهاده. ما وقفت ابدا، رجعت كانت مستمره. حسيت انه اللايف كوتشنج هي بس البيز ومنا انف ابدا لحالها. فدغري فتت على NLP. حسيت انه هذا الشيء اللي رح يكون هيك حارتاح فيه اكثر. ومثل ما قلت لك انه الكوتشنج هي بس بيز، ومن بعدها انت بتبني على اساسها. اوكي. ففتت على NLP، على البرمجه اللغويه العصبيه، واخذت الاجازه فيها. وعملت كمان ايموشنال انتليجنس، اخذت كمان شهاده فيها. وبعدني هلا مستمره وما في. برافو عليك. يس يعني طموحك هو هيدا الدومين اللي هو مدرب حياه انك تكوني مزبوط. وبس بالنسبه لي انه شخص ما لازم يوقف بمطرح معين، لازم يضله هيك اب تو ديت ويضله مستمر. يعني انا على الرغم من انه انا حايزه على كذا شهاده بدومين السياحه، منها اللبنانيه ومنها انترناشونال كمان. فكنت اقول اول شيء انه لا، وعندي شغله ويمكن ما في وقت ويمكن بعيد هيدا الشيء. لحد ما لقيت انه لا، انه انا بشخصيتي هيك، وبقول للعالم انه لا، ما توقفوا بمطرح معين، لازم تضلكم عم تطوروا من حالكم. صحيح. فلا، وبعدني مكفيه واكيد نون ستوب ان شاء الله. مرشده سياحيه